كلنا كنا كده في الاول، يعني كلنا اول ما ابتدينا شفنا المسائل دي بالنسبه لنا لاول مره حسينا بالاحساس بتاعك ده احساس طبيعي، وده احساس بيحصل لكل الناس، وما فيهوش حاجه تخوف وما فيهوش حاجه تخض وما فيهوش حاجه تزعل وما فيهوش حاجه تضايق يعني. طبيعي ان كلنا نحس بحاجه زي كده في بدايه تعاملنا مع البروبلم سولفينج. الموضوع بيجي مع الوقت ومع التعود ومع الاصرار ومع التجربه ومع الفشل كذا مره، وكل واحد فينا فشل 1000 مرة قبل ما ينجح المرة اللي نجح فيها يعني. فلازم تتعود انك تعمل حسابك انك هتتعب كتير، ويكون عندك اصرار انك تستحمل، انك تقدر تتعود على انك تعرف تقاوم اليأس اللي ممكن يحصل لك من الإحباط اللي ممكن يجي لك لما تقابل مسألة مش قادر تحلها. لكن فكرة ان النوعية دي من المسائل هي نوعية مختلفة. موضوع الالجوريزمز والداتا ستراكشرز مش هو الكي علشان تعرف تحل مسائل. يعني المسائل محتاجة انك تكون بتعرف تفكر. في ناس كتير جدا ما تعرفش الجوريزمز كتير وما تعرفش داتا ستراكشرز كتير، وبتعرف تتصرف وبتعرف تلاقي حلول. فالالجوريزمز والداتا ستراكشرز ما هماش الحاجة اللي احنا محتاجينها علشان نحل. الالجوريزم داتا ستراكشر هي حاجه بتساعد انك على الحل. هي حاجه مهمه وحاجه المفروض انك تتعلمها، بس لو انت مش عارفها مش هي دي الحاجه اللي توقفك انك تحل. في اونلاين جادجز كتير مليانين مسائل، في بروبلمز في حتت مختلفه كتير. ففي بروبلمز اونلاين، في بروبلمز في حتت كتير. لا يعني لو انت عايز تتدرب هتلاقي فرصة انك تعرف تتدرب، وهتلاقي فرصة انك تعرف تحل. اهم حاجة في الموضوع كله انك انت مهما كان الموضوع صعب بالنسبة لك في الاول انك ما تيأسش.